يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا النهارده نعمل مع بعض 3 وصفات من البطاطس، ال3 احلى واجمل من بعض. حاجه كده مقرمشه وفل وحاجه بجد كده يعني تحفه خالص. اول حاجه انا معايا كيلو الا ربع من البطاطس. هستعمل في الوصفتين دول كيلو الا ربع. انا طبعا هعمل 3 وصفات، بس انا هاخد اول وصفتين هاخدهم استعمل فيهم كيلو الا ربع. طبعا انا سلقتهم بقشرهم، وبعد كده قشرتهم ونضفتهم. وبعد يعني انا الاول سلقتهم بقشرهم، بعد كده شلت القشر من عليهم وجبتهم كده صفيتهم بمصفى، علشان طبعا لو في اي بقى تكتلات عشان تنزل ناعمه معانا وتنزل جميله. بعد كده نزلت عليهم بنص كوبايه من نشا الذره، ونزلت عليهم بمعلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، بس دي طبعا ما كانتش صورت معاكم. ومعلقه زيت يا جماعه من معالق الاكل. وبعد كده بقى قسمت العجينه لنصين، عملت النص اللي انتوا شفتوه ده بالشكل على شكل مدور، يعني على شكل دواير اللي هي انتوا شفتوها في الطبق المبططه ديت. وديت الوصفه التانية عملتها كده يعني برمتها كده زي الرول او الحبل، بعد كده قطعتها لقطع صغيره زي ما انتوا شايفين. وديت كانت الوصفتين الاتنين اللي معانا. طبعا في وصفه ثالثه هعملها معاكم، بس عايزه اقول لكم بقى ان ال3 وصفات احلى واجمل من بعض. نقول عليهم مقرمشات البطاطس، وصفات جميله جدا وسهله وبسيطه. طبعا انا قطعتهم اهمت بالشكل ده. انا حبيت ان انا اعمل معاكم يعني عينه بسيطه. طبعا انتوا لو عايزين بقى يعني الناس اللي بتحب البطاطس والاطفال اللي بتحب البطاطس وبتحب اكل البطاطس، الوصفات ديت جميله جدا وهتعجبكم. وصفات سهله وبسيطه، وكمان ما بتشربش معانا زيت، وبتطلع كده يعني البطاطسيه هشه كده، و يعني يعني من جواها كده فاضيه ومن بره كده مقرمشه وجميله. ودلوقتي بقى انا حطيت طاسه على النار، ونزلت بنص ازازه من الزيت. هنزل بقى اول ما الزيت بتاعنا يبدا يقدح، هنزل بالبطاطس بتاعتنا المدوره ديت. طبعا انا حطيت كده واحده الاول، لقيتها لسه ما كانش الزيت قدع، فاستنى شويه لما الزيت يقدح وهنزل كل الكميه اللي معايا ديت. وعشان تعرفوا انها ناجحه وجميله، لما تبص تلاقوا البطاطس طلعت على وش الزيت كده وعامت، هتلاقوها دي كده من نجاح الوصفه. وفي نفس الوقت بقى بتطلع معاكي كده منتفخه، وبتطلع معاكي مقرمشه وجميله ولونها ذهبي، وبجد بجد يعني تحفه. طبعا لو عجبكم الوصفات ديت هعمل لكم وصفات تانية من وصفات البطاطس. فانتوا لو شفتوا تفاعل على الفيديو ولقيتكم كده يعني في تفاعل والفيديو جاب مشاهدة حلوة، هعمل لكم برضو وصفات من وصفات البطاطس للناس اللي بتحب البطاطس. لو انت اول مرة بتتابعوني، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل وصفاتي، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم. طبعا بشكر كل اللي بيكتب لي كومنت حلو كده وبيشجعني فيه، وربنا يخليكم ليا وما نحرمش من دعمكم. بشكر متابعيني اللي كانوا معايا على القناة من اول ما فتحت القناة، والناس الجديدة اللي دخلت معايا على القناة. بشكركم جدا، ويعني بقول وجودكم على راسي من فوق، وما نحرمش منكم ولا من دعمكم. بس يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك يا جماعة، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيوصله لأعلى مشاهدة. فبالله عليكم ما تبخلوش عليا باللايكات. ودلوقتي بقى نروح البطاطس بتاعتنا، خلاص بدأت بقى تحمر اهيت. طبعا بنقلبها بقى كده شمال ويمين لحد ما تتحمر من كل الجوانب. طبعا بقى هطلعها. عايزه اقول لكم بجد مقرمشه جدا، وهوريها لكم دلوقتي في الفيديو. هي عامله زي البقلاوه كده منتفخه، وتحس ان هي مفرغه من جوه. هي مفرغه من جوه، فيها حاجه وخفيفه جدا. وعلى فكره ما شربتش الزيت معايا، لان طبعا النشا بيخلي
بيخلي الزيت، بيخلي البتاع البطاطس ما تشربش زيت. فما شربتش بجد ما شربتش معايا الزيت خالص، زي ما انتم شايفين الزيت زي ما هو ورايق كده وحلو، ما انحرقش ولا اي حاجه. طبعا هنزل بقى بالوصفه بتاعتنا التانية. وعايزه اقول لكم بقى البطاطس ديت اللي هي اللي انا نزلتها في الزيت ديت، عامله زي شبه الكاراتيه بالظبط، نفس الكاراتيه اللي احنا بنجيبه، بس دي بقى بطاطس صحيه جميله حلوه جدا لاطفالنا بدون مواد حافظه. الناس الاطفال اللي بتحب البطاطس وبتحب المقرمشات، الحاجه ديت مقرمشات جميله جدا وحلوه وصحيه وحاجه كده هتعجبكم. شايفين طبعا انا وريتها لكم اهيت، فاضيه جدا من جوه ومقرمشه من بره ولونها واخد لون ذهبي جميل وبجد تحفه يا جماعه. شايفين البطاطسيه جميله ازاي؟ هوريكم كمان واحده هي شايفينها، هي منتفخه على الفاضي ما فيهاش اي حاجه ومقرمشه جدا، يعني زي ما بقول لكم كده زي البقلاوه بالظبط. دلوقتي بقى نروح نشوف البطاطس التانية او المقرمشات التانية. كده انا عملت معاكم وصفتين، فاضل وصفة تانية هعملها لكم بقى دي، لان دي طبعا طريقتها مختلفة عن الاتنين دول تقدري تعملي مثلا كيلو وتحطي عليه مثلا كوبايه ونص من النشا وتقسميه زي ما انت، او تشكليه زي ما انت عايزه، يعني تقسميه وتشكلي كل قطعه زي ما انت عايزه، لان دي هي نفس دي. لكن دي كان بقى هوريها لكم بتعمل بطريقه تانية، بس دي زي ما قلت لك كده عامله زي الكاراتيه، لو عملتها لاولادك مش هيعرفها، يعني هو طبعا مش هيعرفها لو كلها، لكن لو انت شفتيه كده وحطيتها له قدامها هيفكر ان انت جايبه كاراتيه من السوبر ماركت. طبعا بقى المهم عايزه اقول لكم من خفتها ومن قرمشتها انا كنت بلعب بالمقصوصه، كل شويه عماله اوريكم واقول لكم شوفوا القرمشه وشوفوا الخفيه، بجد بجد تحفه يا جماعه. كده بقى انا خلصت الوصفتين الاولانيين والاتنين اجمل من بعض، وزي ما انتم شايفين كده طالعين هشين وطالعين خفيف خالص، ويعني بجد بجد تحفه. انا مش عايزه اتكلم كتير، الفيديو بيتكلم عن نفسه، وانتم شايفين البطاطس اهيت قدامكم مقرمشه وخفيفه وهشه، يعني بجد مش محتاجه اي كلام. اللي وصل لحد كده بخلش عليه باللايك، حطوا له لايك، اوعوا تخرجوا من الفيديو قبل ما تحطوا اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يا جماعه يشترك في القناه. طبعا انا بوريكم الاتنين دول مع بعض علشان دول زي ما قلت لكم كده كانت بعجينه واحده، فطبعا عملتهم مع بعض. اما التانية هجيب بقى بطاطستين كبار وهقشرهم، وبعد كده طبعا دول بطاطستين كبار هم، يعني دول يجيلهم يعدي عن النص كيلو، واجيب بقى المبشره وابشرهم على المبشره. انا خلاص كده كده بشرتهم بقى، هنزل عليهم بنص معلقه صغيره من الملح واسيبهم حوالي يعني مثلا قيمه 5 دقايق ينزلوا ميتهم. بعد كده بجيب انزل عليهم ميه وبشطفهم كده شطفه كويسه او بالشكل ده كده، يعني طبعا بتسيبيه كده حوالي 5 دقايق على الملح طبعا ينزل الميه بتاعت البطاطس علشان هنصفيها من الميه. طبعا نزلت بقى بكوبايه كبيره عليها اهيت، وبعد كده بقى هصفيها وهحط عليها نشا واحط عليها برضو ملح وفلفل اسمر، وبعد كده هنكورها وهوريها لكم. طبعا بتشطفيها شطفه كويسه، شطفه جيده كده يعني مره واتنين كده تشطفيها. وبتحصريها كويس من الميه، يعني تنشفي منها الميه خالص، تحصريها وانت بتعمليها تحصريها خالص كده.
يعني طريقة سهلة جدا وبسيطة، وتقدري تعملي لأولادك وتدلعيهم كده وتعملي لهم مقرمشات، يعني من غير مواد حافظة، وحاجة صحية وحاجة نظيفة. وخصوصا الأطفال اللي بتحب البطاطس المقلية، يعني دلعوا أطفالكم كده واعملوا لهم حاجات حلوة كده ينبسطوا بيها. كده بقى انا خلاص شطفتها وعصرتها من الميه زي ما قلت لكم كده. انزل بقى بشعرة ملح، ويا ريت بس ما تكتروش في الملح يا جماعه، لان انا حطيت ملح في الميه، وحطيت ملح دلوقتي فطلعت حادقه سنه بسيطه، فانتوا خدوا بالكم من الحته ديت. وبعد كده نزلت عليها بنص كوبايه من النشا، ونزلت بفلفل، لا ما نزلتش بفلفل اسود، ده نسيت ان انا احط فلفل اسود عليه. لكن الوصفتين التانيين بتحطي معلقه من الزيت كبيره، مع هتحطي عليها ملح، بتحطي عليها فلفل اسود، نص كوبايه من النشا، وبتقليهم على طول. دي دلوقتي بقى انا حطيت عليها نص كوبايه من النشا، حطيت عليها معلقه من الملح، لفتها بقى بالنشا كده، وبعد كده بكورها وبعملها على شكل كور زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى الزيت بتاعنا قادح، وبنزل بالكور البطاطس تتحمر بقى، وخلاص هتاكلوا احلى واجمل بطاطس مقرمشه، من جواها طريه ومن بره مقرمشه جدا. وعايزه اقول لكم يعني انا كنت بضغط عليها بالعافيه على ما تنفتح معايا، وهتشوفوا ده في الفيديو. حتى جيت قلت لابني عشان انا كنت يعني بصور بايد ومش عارفه افتح لكم، فقلت له تعالى البتاع جامده، تعالى افتح انت واحده قدامهم كده. فبقى يقول لي يا ماما البتاع يا ماما جامده ليه كده؟ قلت له مقرمشه جدا وناشفه، يعني ده دليل انها جميله جدا وحلوه ومقرمشه كده وجميله. طبعا هي بدات بقى تاخد معانا لونها اهيت، وتطلع بقت زي الفل. احلى وصفتين عجبوني الوصفه اللي انا قلت لكم عليها دي، اللي هي في الزيت ديت، والوصفه التانية اللي هي عامله شبه الكاراتيه الصغيره دي. جمال الاتنين جدا، ودي كان برضو حلوة، بس الاتنين دول عجبوني كده يعني حلوين كشكل، وحلوين كده مقرمشين كده وحلوين. ودي كان برضو مقرمشة وحلوة وزي الفل. كده بقى هنطلعهم. والله عايزه اسمعكم القرمشه بتاعتهم، وعايزه يعني اسمعكم وانا باكل كده بتخرج كده بجد بجد. التلاتة احلى من بعض ومقرمشين. وطبعا هو واضح قدامكم في الفيديو اهوت ان هي مقرمشه وهشه من جوه وما فيهاش يعني، والزيت زي ما هو يا جماعه ما شربش زيت خالص، بجد ما شربش زيت. ايه رايكم بقى في الجمال والروعه دي؟ بجد تحفه. هجيب بقى شويه هجيب بقى كزبره خضراء ازين بها الطبق بتاعنا الجميل الحلو ده. وبجد 3 وصفات احلى واجمل من بعض، وصفات صحيه جميله بدون مواد حافظه، يعني مقرمشات جميله حلوه لاولادنا. يا ريت يعني اتمنى انكم تجربوهم، بجد هيعجبكم جدا. ويعني بجد بجد يعني كيلو وربع بطاطس عملنا شويه مقرمشات حلوين لاولادنا جمال جدا وصحيين. طبعا انا بوريكم الخرفشه اهي، وشوف انا بضغط عليها بايدي، يعني لو هي مش مقرمشه مش هتبص تلاقيها فتحت معايا بسرعه، لكن هي مقرمشه وناشفه كده، وبجد تحفه يا جماعه. طبعا في الوقت ده انا كنت بقول لابني بقى دي ايد ابني، بقول له تعالى افتح واحده معاهم عشان هي جامده وما مش عارفه افتحها. يعني خدوا بالكم اهو، تلاحظوا شوفوا بتك عليها، هي من جواها هي من جواها طريه، لكن من بره ناشفه وجميله جدا. فاتمنى لو عجبكم بقى الفيديو، ما ياريت ما تبخلوش عليا باللايك، واللي بيشوفنا لاول مره يشترك في القناه، واشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.